بشرى لنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة للروحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رشيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصحبه وفراهم وجميع سادتنا علي بعالم بسم الله وسادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبرها ثم إلى ركض رباني شيخ عبد القادر الجيلاني شعبك بن سالم أحل وجل حبيب عبد الرحمن بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة صلى الله عليه فأرسل أشرف خلق وجل أبيده رحمة تلقت إرادته الأزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار صرفه في عوالم السعادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفاز بز بحارة الإحسان سورة كاملة ظهر في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فتل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم وقد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتصر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الحلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الروي بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء صلى الله عليه. يثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبدنا رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظمها من منة تكرم الله بها البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبر. اللهم صل وسلم أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواد الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإكرام صلى الله عليه. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صالة المجد بقربه وتفيأوا تلال الشرف أصل بيوته وحبه ما أطر الأكوان بناصر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بالظهر أسر التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصرير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصل الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى أبرز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بنشر معشار أوصاف ذلك الموصوف
تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدمين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع منه فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد عان للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن السمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصالحها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة تنبشط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ عليك به الدرة المكنونة والجوهرة المشهونة والقول كله يشبه يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ثلث الإسراك حاد الصراط والعيون متسابقة إلى بروزه متسابقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقراشين تطرق في أسيح العبارة مولة بكمال البشارة وما من حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بالبحر به بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم خفاء إلى عالم الظهور بعد تدخله في البطون
والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرضا وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تأسيج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وطئه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممنون صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلى قاسمه الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
اجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفيع أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبر بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه كانت الشفاء فضلهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وارجعته فلم أنشب أي غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحدوث مني على بال حتى تبتعثه الله فكنت من أول الناس سلامة فكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه وأن عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رضي الله عنكم وقال رضي الله عن الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Al-farahu bid dunya, senang dengan urusan dunia, gembira dengan urusan dunia, mereka merasa tenang dengan keberhasilan urusan dunia. Wal huzun bil akhirah, dan yang satunya adalah susah dengan urusan akhirat. La yajtami'ani, maka dua sifat ini tidak akan pernah terkumpul fi qalbi abdin mu'min, di dalam hati seseorang yang beriman. Senang urusan dunia, susah urusan
akhirat. Kedua-duanya tidak mungkin akan bersamaan bersemayam dalam hati seseorang yang beriman. Idza sakana ahaduhuma al-qalbah, jika hati seseorang tadi itu merasa tenang dengan salah satunya, yakni lebih tenang kelaban berhasil urusan dunia, atau lebih tenang kelaban urusan akhirat, salah situ pasti akan keluar. Salah situngnya dari dua sifat nikah, mun sampean mele lebih senang urusan dunia, pasti urusan akhirat tak bakal senang dalam hati. Mun kuleban sampean nikah memilih urusan akhirat, lebih metenang urusan ibadah, lebih metenang urusan taat, otomatis urusan dunia sederhana. Keterangan nikah menggambarkan bagi kita bagaimana kita memposisikan hati kita jika kita dihadapkan kedua perkara. Sekejap datang ke bulan Ramadan. Orang seseneng datang ke bulan Ramadan berarti kata orang seiman. Sekalipun cukup senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang bahagia senang hatinya dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya akan disentuh oleh api neraka. Mun seneng bae haramaki terseding apa neraka, napa boleh bisa ngelakuin pasah ning bulan Ramadan. Maka sebagaimana orang-orang ini keseneng bi maksiat tah. Sebagaimana orang-orang ini seneng kelaban lopanah dekat Gusti Allah. Maka orang-orang sesoleh pun merasakan kesenangan ketika berzikir, ketika bermunajat kepada Allah. Orang semabuk mereka merasakan kenikmatan kelaban mabun. Maka orang seberzikir pun si andi kekuatan iman di dalam hatinya akan merasakan ketenangan, kenikmatan kelaban zikir. Ini kesetekan di kuliah sambian. Wallahu a'lam sambian. Kita lebih tertarik dekat maksiat. Maksiat lebih menarik ke hati kalau panjenengan dari ketimbang tertarik dekat urusan taat. Dua ini tak mungkin apa long ning sifat manusia yang aten orang yang beriman. Ya senang urusan dunia, ya senang urusan akhirat, tak mungkin. Nonsen. Omong kosong nih kalam fadhi. Ibarat contoh, mun sampian ngabin embuen, tak oleh ngabin anan. Anak otomatis norok dak bapak. Mun sampian ngabin anan, tekeneng ngabin embun, embuk matua. Alat takbir selamanya nih kabonan. Walaupun sampian apa sabi sebine matuah mantan matua tak ada. Selamanya sampian tak betal wudun ben selama nikah sampian tak bisa ngabin ibun. Benian bi tretan. Ngabin orang bini andi tretan bini. Mun selama sampian ke apolong bi iyuna tak oleh ngabin alin, masih pun ratinan alin. Lopot melena. Ternyata alin lebih ratin. Nikah tak alat takbid. Selama sampian ke apolong bi iyuna tak oleh ngabin alin, kecuali sampean pun apa sabi iyuna oleh ngabin alin mun tretan. Tapi pun urusan ngabin embuk bi ngabin anak ni keselamanya sebagaimana sampean mun ngabin dunya tak bisa ngabin akhirat. Mun lebih cenderung ke akhirat tak mungkin akhirat bakal abi dunya, tak mungkin Pak. Mula orang lebih cenderung ke urusan dunya tak mungkin akhirat bisa makalah ke urusan dunya nah. Ya kare mending aki bae. Ni kuliah sampean kula. Kailangan PC rajena 20.000 bingung. Kailangan PC rajena 30.000 17.000 bingung susah. Tapi pernahkah kalau macam dengan merasa kehilangan genceran solat berjamaah 17 derajat? Tak pernah.
Anapa? Sebab tunya lebih berharga akan keguluban panjenengan. Tak menganggap berharga dekat amal ibadah, dekat ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Semakin emas lebih berharga daripada betoh. Intan permata lebih bernilai daripada betoh biasa. Tapi kuaku dengan akhirat. Intan permata pun tak ada nilai ya. Mas-masan tak berguna. Mungkin sepatu Fir'aun lebih berharga ning tunya daripada sandal Sayyidina Bilal bin Rabah. Sandal daripada Sayyidina Bilal bin Rabah lebih muda dari tempeng sandal Fir'aun dari emas. Lebih berharga daripada sandal Bilal bin Rabah. Tapi ketahuilah, sandal Sayyidina Bilal bin Rabah ampun eka perang tineng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampun bedek suarkeun Allah Subhanahu wa taala. Sandala sahabat Bilal bin Rabah orang aki beda, tapi sandal apa namanya dalam surga ban Kanjeng Nabi sembarang langsung. Tanya aki, wahai Bilal, engkau ngeding mau nyena sandal beuna dalam surga wahai Bilal. Kira-kira amal apa ban wahai Bilal? Ya Rasulullah, kau tadi amal napa ya Rasulullah? Tapi ban pasti nyimpen amalan sehingga mungkin orang lain tak ngamal lagi sehingga engkau ngeding sandal beuna dalam surga. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah jawab, ya Rasulullah, mungkin nikah amalan ten kaula. Kaula tak ngelakonin wudu kecuali setelah dari wudu kaula ngelakonin salat 2 rakaat di syukril wudu. Ini adalah amalan saya sangat luar biasa. Saya kenyebabaki sandal daripada sahabat Bilal saya tak berharga. Sandal sahabat Bilal bin Rabah sangat tak berharga, sangat tidak bernilai jika dibandingkan dengan kedua sandal daripada Fir'aun. Terdiri dari emas. Tapi ketahuilah, sandal itu tak berharga gelak neng tunya kiamat jauh lebih berharga daripada sandal Fir'aun dari emas. Mohon kul panjenengan ekresa mak lebih matenang urusan tunya, tak mungkin akhirat matenang ke ati kulit sampean. Mohon kul panjenengan ampun merasa tenang di majelis maulid, majelis zikir, ratibul haddad, manakib, tahlil, majelis ilmu. Lebih matenang atikir dekat Gusti Allah. Pasti urusan tunya tak pate serius. Sabiasa. Karena oneng cek bahwa tunya benar tempat tinggal selama-lamanya, tapi tunya ada tempat meninggal, tempat mati. Karena kadinto al-farah bid dunya wal huzun bil akhirah. So seneng kelaban urusan tunya, susah kelaban urusan akhirat. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'min, tidak akan pernah bersatu antara dua sifat nika. Ibarat aing bitales tak ketemuan. Mon madu ki ketemuan. Mungkin ki akor mon madu. Mon tretan mungkin mari apesa deki bisa ngabin anan, tapi mon nyaman matua sampean ngabin anan tak bisa ngabin embun selamanya. Mon sampean ngabin embun tak bisa ngabin anan selamanya. Karena pun sifat mahram. Mun kulit sampean ampun ngabin dunya tak mungkin bisa ngelamar akhirat. Mula ngabin akhirat jelas kudu siap bajana ngeding adzan laut alakoh dengan berat hati. Datang bulan Ramadan mungkin korang tenaga kulit sampean saya salah sehari penuh. Mungkin jam karena dia menghadapi bulan Ramadan lebih bunga lebih tenang apa saaban sehingga kebe momen seberharga bisa ngakan bersama keluarga neng compo. Biasa ngakan bi anane pucoh, bapane korse, embune lencak saumpama. Ya, bulan Ramadan kebe momen makan bersama ben keluarga. Mungkin seadanya terong, tempe, pecekan ya, tapi merasakan kehangatan saya sangat luar biasa. Saya tak terjadi neng bulan-bulan lain. Nah, neka sebagaimana orang-orang sahli maksiat bunga keleban maksiat. Orang-orang sebunga kelaban lopana. Sebenarnya kecukan orang bisa merasakan seampun iman kelak sebersemayam dalam atina merasakan kenikmatan ketenangan kelaban munajat atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan paksa atin untuk bunga. Paksa atin untuk senang. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam. Marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul ibadah. Itu dente. Orang bunga nih kah?
Orang bunga ini benar berarti cukup bunga. Ya monde cukup bunga sepenting kan tak masuk neraka. Lo kan gelak aja. Siapa ngocak dia? Mun ngarteni cak senika. Mun bunga bayi ampun haramaki masuk ke neraka. Apa boleh apa sebulan Ramadan. Orang bunga ini apa? De tengah mantan korang seminggu terop epo datang kuade mulai pone pesen jauh-jauh sebelum ana bekal ketamu yenna hajian de tengah mun mulai bulan siapa ki barang-barang ana pak kemantan bekal de tengah kemantan hajian maka orang bekal ketamu yang seagung bulan Ramadan orang seberiman bae bisa menghargai de ke bulan Ramadan teh sampai siak-siaki Ramadan sebakal datang gunaki bekto-bekto untuk atikir ya mulai nek sekone cek pateku tukuan HP neng bulan Ramadan korangin pebanyak nekuk mushaf Al-Quran 12 bulan kulit sampean banyak lupa ke Gusti Allah neng bulan Ramadan tekuk HP sekadar bae soal aku siang malam HP ento karo dengan lek masuk surga dari dimah ngelek masuk surga yang ngelek masuk surga yang ngelek masuk surga nih siapa lek-lekan ya neka sama sekali tandi akal orang neka ya. Karena dinto paksa untuk bunga, paksa untuk seneng karena seneng urusan akhirat. Aneka tak bakal ketemu di seneng urusan dunia. Kula tak ngelarang sampean alako, silakan alako. Itu apa-apa. Engkau apa asa? Engkau tak alako, keng ngonen tangan adu siapa aja iya apa. Nah benar sini maksudnya. Jadi kalau sampean sebagai orang yang beriman, tore paro masa bunga di tengah bulan Ramadan. Termoga titik ilmu manfaat, termoga kaulu dengan parang sehat walafiat, bisa ngelakonin apa sebulan Ramadan kelaban sempurna. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا ويتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالاته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يماناتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولهجك واجي من المؤدين ولعهدك من اللهم إنا لنضمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء إحسان والسائل بما سأل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهره وعم ببركات وشرجات أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
في جميع الجهاد ودم رياض الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار ويتم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب لا حضرة النبي